شركة نسر الشرق للصناعات الهندسية والتغليف الحديث تقدم لكم مكنة تعبئة السوائل اللزجة موديل 402. المكنة شغالة على ضغط الهواء، ما بتحتاجش الكهرباء. ضغط الهواء بيجي من الكمبرسور على الفلتر وبعد كده على المكنة. النهارده هنعبي عليها كريم إزالة آثار الحروق في عبوة من خامة الألمونيوم المبطن. دي العبوة وده الغطاء الخاص بيها. المكنة بتدينا من 1 مللي لحد 50 مللي. بقدر أزود أو أقلل حسب ما أنا عايز عن طريق الرجلاج ده، بزود أو أقلل عن طريق. دي الدواسة الخاصة بالتشغيل، بدوس عليها المكنة بتشتغل، توصلها بوصلات هواء داخل المكنة. ده زرار إيقاف أو زرار أمان. لو دوست عليه وبعد كده دوست على الدواسة ما بتشتغلش المكنة. ده بشغله عشان أحمي المكنة من أي دوسة عرضية بالخطأ أثناء العمل. ده الأدوس الخاص بالمكنة، مصنوع من خامة الستانلس ستيل عالي الجودة لسعة أكتر من 7 لتر. موجود في ظهر المكنة الخانق رقم 1 والخانق رقم 2. بظبط سرعة الضخ خاصة بالماكينة عن طريقهم. هبتدي دلوقتي أجرب تجربة عملية على التعبئة. بجيب العبوة أحطها أسفل النوزل وبدوس على الدواسة كده. تمت التعبئة. ادي شكل العبوة بعد ما اتعبت. خدت في حدود ثانية أو ثانية ونص، وقت قليل جدا وبالتالي إنتاجية عالية. المكنة أقدر أعبي عليها جميع أنواع السوائل العادية والسوائل اللزجة زي الكريمات، الجل، الطحينة والعسل، جميع أنواع الزيوت التقيلة والخفيفة، جميع أنواع المواد السائلة والمواد المتطايرة. المكنة حجمها بسيط، أقدر أحطها على ستاند أو على ترابيزة ما بتاخدش أي مساحة معايا. مكنة تعبئة سوائل لزجة موديل 402 مقدمة لكم من شركة نسر الشرق للصناعات الهندسية والتغليف الحديث. شرح مهندس أحمد حسن، مدير فرع مدينة نصر.